السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شخباركم؟ إن شاء الله بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم حبايب قلبي. بس قبل ما نبدأ نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تنسون اللايك واشتراك حبايب قلبي. اللايك يصعد مستوى القناة والمشاهدة، هم تفيدني أحقق الساعات، وإن شاء الله ما تقصرون حبايب قلبي. هذا الفيديو حبايب قلبي كلش يعني قديم صار عندي، من الربيع. نسيته بالجهاز، ما نشرت لكم حبايب قلبي، وهسه جاء وقته يدخل نشره للمتابعين. حرامات يعني أنا صورته وتعبت عليه، حرامات قلت يعني أخليه أو أمسحه، لا قلت خلينا ننزل لمتابعيني. هنا ما شاء الله الأجواء كلش حلوة، الخضار والورد الأحمر والأصفر ما شاء الله أجواء تخبل حبايب قلبي. هنا هاي يعني الفيديو أختي يعني هي اللي مصورت لي الصراحة ودزت لي إياه يعني، بس نسيته بالجهاز ما نشرت لكم. ما شاء الله يعني الخضار والربيع كلش كان حلو هاي السنة. إن شاء الله يعود علينا هاي الخضار والربيع والربيع الحلو، إن شاء الله يعود علينا بكل سنة وكل خير إن شاء الله. يعني كلش حلو الورد الأحمر، كلش أنا أحب ورد الأحمر، فأنتوا اكتبوا لنا بالتعليقات تحبون ورد الأحمر لو الأصفر، فكلش حلو أجواء تخبل. وهنا أختي يعني جاءت تطبخ التمن الأحمر، هنا أختي يعني تاخذ الأكل فتطبخه هناك. هنا مثل ما وضحتكم، هنا بصل وخلت زيت وشعلته ونزلت التمن عليه، والمعجون هم قلته ويا الزيت حبايب قلبي مثل ما واضحتكم. هنا يعني خلت موية التمن بعد ما قلبته شوية على الزيت. هنا يعني سووا تمن أحمر ومشويات، هنا أجنحة مال دجاج مثبلته قبل يوم، وهنا يعني بس شوته، وهم سوت تكة مال صدر مال دجاج، هنا هم مثبلته قبلها بيوم ما شاء الله. وهنا التمن نشف، بدأت تتقلب بيه حتى لا يلزق من جوا. تعرفون انتو التمن الأحمر بسرعة يلزق، فلازم تظل ايدها بيه تقلب بيه. وما شاء الله صار كلش شون تمن، يعني كأنك طابخته على طباخ، صار تمن نثري وكل حبة بحده. وهنا هذا صدر الدجاج حبايب قلبي بعد ما كمل. هنا الأجنحة كلش طيبة، يعني بنسوينهم على الفحم، يعني أنا مسويتها قبل هالمرة بس على قناة الأولى حبايب قلبي، منزلتها ما منزلتها لكم هنا. إن شاء الله ذا يعني جربتها يعني هاي الطريقة، إن شاء الله هم أسويلكم بفيديو. وهنا قلبة التمن الأحمر ما شاء الله شلون صاير، كأنه مطبوخ على الطباخ ولا كأنه على نار، يعني حبايته كلش مستوية ونثري صاير. وهنا فرغت التمن، راح يبدون يزينون الصينية. هنا خلت الصدر مال الدجاج يعني شووها مع الفحم، وراح يزينون الصينية بهاي الطريقة حبايب قلبي. وإن شاء الله يعجبكم تزيين هاي الصينية وهذا الفيديو، ما تملون منه حبايب قلبي. هنا كلش يصير طيب، يعني صدر الدجاج على الفحم أطيب من الكباب يعني على الفحم. وهنا هاي الأجنحة مالت الدجاج هنا هم على الفحم شوى، وبهاي الطريقة راح يزينون الصينية. هنا أختي وزوجها هم اللي قاعد يزينون الصينية. وهنا خلوا فلفل أخضر، وراح يخلون الليمون وبصل والف عافية عليهم، وخيار همينة عاشت ايدهم على هذا الترتيب، وألف عافية عليهم وسهلنا وسهمكم وألف عافية حبايب قلبي. واكتبوا لنا شنو رايكم بتزيين هاي الصينية، يعني ما شاء الله تمن كلش يتغطى ما عاد يبين، وألف عافية عليهم. وهنا حبايب قلبي بنت أخوي عاد تخبز، وحبيت أصور لكم لقطات من الخبز. يعني بيت أهلي يعني يخبزون كمية كلش يعني هواية، إن شاء الله عائلة يعني كبيرة فعاد يخبزون. هنا عاد تخبز خطية على تنورين حتى تلحق تخبز. أهلي يعني يخبزون على التنور الكهربائي، فهمت ما يجي الوطنية يعني هم يقعدون يخبزون.
الله ينطيها العافية بنت أخويا، ما شاء الله كمية يعني كلش هاي الصينية والمعجن بعد مليان. وشوفوا حبايب قلبي يعني على تنورين خطية حتى تلحق. هي أنا سويت لكم لقطات يعني من الخبز، أعرف بكم تحبون يعني فيديوهات الخبز فصورتها هي وعدت خبز. هي أنا صادف يوم الجمعة يعني إحنا نروح على أهلي وصار خطية وهم خبزها فساعدناها شوية وهم صورناها. سويت لكم يعني كم فيديو حتى أنزله لكم، واكتبوا لنا شنو رأيكم بالخبز. عاشت ايدها والله كلش يعني خبزها حلو ومعدلة، الله ينطيها العافية ما شاء الله كمية العجين حبايب قلبي. وهذا الخبز عاشت ايدها والف عافية عليهم، والله يساعدها. الجو حار يعني الخبز كلش يتعب. يعني حبايب قلبي تخبز وتقطع بالعجين أو الشنق بالعجين. إن شاء الله المنظر الخبز كلش شهي. واكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم بالخبز وكلش قد تخبزون هم حبايب قلبي. يعني هنا أهلي يعني يوم يوم لا هاي كمية الخبز يخبزون. يعني تبلل ايدها بالزيت وتقطع ما شاء الله عليها، يعني خطية تخبز بنفس الوقت وتقطع عجين بنفس الوقت. وهي أنا مشغلة الموبايل وتدحقها مع المسلسلات وهي تخبز حتى تلتهي ما تضج من الخبز وهم تضيع وقت. إذا عجبكم هذا الفيديو حبايب قلبي أتمنى تشاهدون للأخير ولايك وتعليق منكم الحلوة، وانتظر تعليقاتكم الحلوة حبايب قلبي. هنا ما شاء الله بنفس الوقت قلت لكم تخبز وتقطع بالعجين أو الشنك حسب تسمياتكم. يعني على تنور يعني ما شاء الله شوي يعني الكهرب هم مو قوي هم ضعيف، فعادي أنا تخبز على تنورين حتى تلحق تخلص لأن الجو كلش حار. ومتابعين إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم وكان خفيف عليكم وما مليتوا منه. ومع السلامة إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم.